هي كل الاعلانات على السوشيال ميديا نفس الهدف؟ يعني المهم ان انا اقول ان انا عامل اعلان ممول وخلاص، ولا الاعلانات على السوشيال ميديا ليها انواع؟ بالتاكيد ليها انواع. ممكن جدا اكون عايز احقق انتشار، اعمل حاجه اسمها براند اويرنس، فبالتالي هعمل اعلاني وصول هيوصل لناس كتير قوي، ولكن الناس اللي هيوصل لها الاعلان مش مهتمه بقدر كبير بالخدمه او المنتج اللي انا بقدمه. طيب في حد تاني بيكون عايز يعمل انجيجمنت، عايز يعمل تفاعل مع الاعلان بتاعه، فبالتالي بنختار هدف الاعلان ان هو يكون تفاعل، اعلان انجيجمنت يحقق لي لايك كتير وكومنت كتير ويوصل لعدد برضو كويس من الناس، ولكن نسبة احتياج الناس دي او الاهتمام بالمنتج والخدمة بتاعتي بنقول ان هو لا يتجاوز ال 50%. طب افرض انا عايز احقق مبيعات بشكل سريع واوصل دايركت للعميل المهتم بنسبة اهتمامه دي كبيرة بانه محتاج الخدمة او المنتج بتاعي، ساعتها بروح اختار هدف الاعلان وهو الرسائل، العميل المهتم اللي بيبعت مسج عشان يسأل على تفاصيل الخدمة او المنتج اللي انت بتقدمها. طيب لو انا عايز اعمل اعلان اجيب فيه ارقام تليفونات كتير قوي عشان عايز اكلم الناس دي تليفونيا وابدا اشرح لهم زي مثلا العقارات والكورسات، ساعتها بنعمل حاجة اسمها اعلانات الليد انجيجمنت او اعلانات استمارات البيانات، بجمع بيانات العملاء وساعتها بختار النوع ده من الاعلانات، وده بيكون اغلى نوع من الاعلانات عندنا، عشان كده مش بنلجأ له كتير الا في بعض انواع البيزنس. مهم قوي تكون عارف اعلانك نوع ايه قبل ما تقول الاعلان ده رخيص ولا غالي، وقبل ما تحدد الميزانية بتاعه الاعلان بتاعك. اهم اعلان هيحقق لك مبيعات هو اعلان الرسائل، ولكن هل كل الاعلانات التانية ملهاش قيمة؟ لا، ليها قيمة، وده هتعرفه لو عملنا لك خطة تسويقية وقلنا لك كل حاجة منها هتخدم البيزنس بتاعك ازاي. وبس كده.